اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض كفته جملي مع البطاطس بطريقه سهله جدا وبسيطه. طعمها حلو قوي. هقولك على طريقه الكفته اثناء الوصفه. اول حاجه محضره عندي حله على النار فيها معلقتين كبار من زيت الذره، بصله مفرومه ومعلقه ثوم مفروم. هبتدي اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هكون محضره عندي كوبايتين من عصير الطماطم. انا الطماطم ديت كنت مفرزاها في الفريزر، عليهم معلقة من الصلصة الخام، واسيبها لحد ما تتسبك. بعد كده هكون محضرة عندي بقى بطاطس مقطعة مكعبات. انت ممكن تعمليها من غير البطاطس، بس انا عندي الولاد بيحبوها بالبطاطس. نزلت عليها بالبطاطس، هسيبها بقى لحد ما تبتدي تتسبك. انا محضرة بقى عندي الكفتة دي انا كنت عاملاها ومفرزاها وشايلاها في الفريزر. طريقة الكفتة هكتبها لك في صندوق الوصف وهقولها لك برضو. عندي كيلو من اللحمة الجملي، نص كيلو من الرز، شبت وبقدونس وكزبرة وبصلة وست فصوص من الثوم، والبهارات عندي ملح وفلفل اسود وكزبرة. بعد كده اول ما البطاطس عندي مع الصلصة اتسبكت، نزلت عليها بالكفتة. هاخدها تقليبة كده، وبعد كده هنزل عليهم بربع معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة من الملح، لان انا متبله اصلا الكفتة. بعد كده هزودها بنص كوباية من المية، واسيبها بقى لحد ما تاخد معايا غلوة وتستوي في قلب بعضها زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما استوت عندي بقت بالشكل ده، مش عايزة اقولك على الريحة والطعم، بجد روعة. فيها قيمة غذائية عالية جدا، الولاد هيحبوها جدا. طعمها خطير زي ما انت شايفة بالشكل دوت مع البطاطس، طعمها حلو. جربيها بجد هتعجبك قوي. انا عملت معاها رز بشعرية زي ما انت شايفة بالشكل ده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بطاطس مستوية جدا والكفتة كمان مستوية وطعمها بجد تحفة. طريقتها سهلة جدا زي ما انت شايفة كده. هكتبلك مكونات الكفتة في صندوق الوصف. يلا لو عجبتك اعمليها بجد هتعجبك جدا طريقتي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي، وصفات منوعات مطبخ فوفا. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.